شوف، في هذا الفيديو هذا بغيت غير نهضر مع دوك الناس اللي كيفكروا انهم يجيو للغربه. الا كنتي كتفكر انك تجي للغربه خاصك بزاف ديال الحوايج، ومن اهم هاد الحوايج هادو هو اللغه. يعني مثلا كنتي بغيتي تمشي لاسبانيا خاصك اللغه الاسبانيه تكون كتاكلها، حيت الا ما كانتش عندك غتلقى مشكل، غتولي خدامها بالشات جي بي تي، جيميني، تراديكسيون، هادشي باش تولي خدام وغتلقى مشكل. المهم هذه اول حاجه اللغه. ثاني حاجه هو خاصك الا كنتي مثلا مقرر انك غادي تمشي للغربه وغتبقى فيها سنين وسنين وغادي تمشي باش تدبر على راسك، ضروري خاصك تجيب معاك الفلوس. ودوك الفلوس اللي تجيب معاك خاصك تجيبهم معاك وتبقى محافظ عليهم، يعني ما يضيعوش لك بالزربه. خاصك تخلص الكرا ديالك، ماكلتك، تقلب على خدمه، تقدر تنعس في الزنقه. بزاف ديال الاحتمالات يقدروا يوقعوا لك. لهذا ملي كتفكر انك تجي للغربه دير في راسك هاد اللعيبات. شوف، من ناحيه التكرفيس راه غاتكرفس، ولكن الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لك هو من مورا ديك التكرفيسه غادي يسهل عليك الله. ولا كان ربي جابك للغربه ولا عارفك باللي غادي تبدل حياتك، ولكن خاصك تصبر وتقاتل وتخدم فاش ما كان، وتصبر لكل شيء، تصبر الهضره، تصبر المعيور، تصبر اي حاجه غتصبر لها. علاش؟ حيت انت مضطر انك تجيب واحد الفلوس باش تقدر تخلص ماكلتك والكرا ديالك، باش من هنا لقدام دير الوريقات ديالك وتقدر تعاود ترجع للمغرب. الا ما كنتيش تصبر ولا ما كانش عندك الفلوس باش تجي الغربه وما عندكش اللغه، فكر في هذا الشيء كامل. هادشي كامل فكر فيه، حيت انا هادشي هذا تقال ليا وما تيقتوش، ولكن ملي جيت لهنا لقيت حاجه وداك الشيء اللي كان في راسي حاجه اخرى. هادشي هذا خصكم تكونوا عارفينه، ماشي تنوض لا غد ليه نمشي للغربه غندبر على راسي غندير كذا، تما راه كاين تيفرقوا ما عرفت شنو كيديروا كذا، الفلوس كيتشتوا، كاينش هادشي. نجيكم من الاخر، هنا خاصك تجي دبر على راسك، تقلب كيفاش تصوفي راسك. الا جيتي ما عندك والو بلا ما تجي، باش نجيك من الاخر حيتاش غادي تكرفس. المهم هاد الهضره هادي بغيت نقولها لكم من قلبي باش بزاف ديال الناس يكونوا عارفين، حيت راه كاينين الناس جايين هنا وعندهم الوريقات ديالهم ومازال مكرفسين، ماشي بزاف ولكن مازال مكرفسين في الكرام، مكرفسين في الخدمه، شي لعيبات هكا وهكا. يعني يلاه كي ديبانيو راسهم، وهذا الشيء اللي كاين.